السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة دي أول مشكلة تقابلني واحدة يعني حكت لي عليها، فقلت أخد رأيكم فيها، ما ادهاش رأيي لوحدي. في بنت وصلت لتالتة دبلوم. آه، الخطاب اللي بيتقدموا لها كلهم مستويات، مش حكاية مستويات مادية. المستوى اللي هم شايفين الشاب فيه ما ينفعش بنتهم، وبنتهم متوسطة الجمال. فجم أهلها اختاروا أحسن شاب فيهم. أخته تبقى جارتهم، ومعاملتها كويسة، هي وجوزها وولادها تعاملها معاهم كويس ومع البنت كويس. فقعدت تشكر للبنت في أخوها، لغاية ما البنت بدأت تقتنع إن أخو جارتها ده كويس، وقالت لأهلها رحبوا رحبوا من غير ما يفكروا ولا يدوروا. وهو يتيم الأب والأم، وعايش لوحده في بيت أهله، بيت فقير على قد حالهم يعني في الوسط. إخواته متجوزين برا البلد كلهم، فالبنت اتخطبت له. جم اتفاجئت بالهدايا اللي هي أمها مودياها عند للعريس ولإخواته، إن هما بيبيعوها. فقالت مش مهم، هما جايز هيساندوا العريس بفلوس الهدايا دي. الخطوبة استمرت على كده حوالي 6 شهور أو 7 شهور. اتفاجئت بإن العريس انت هتعمل ايه، انت هتعمل ايه في العفش، هتسوي ايه، هتعمل ايه في البيت، هتدي للبيت وش دهان تاني ولا هتعمل ايه. يقول لهم طيب انا بس على ما اقبض الجمعية، طيب على ما اختي لما لي فلوسي وهاخدها منها. اتفاجئوا في النهاية ان البنت العريس قعد معاها لوحده، ووالدتها بتعمل اكل له عشان تيجي يتغدى معاهم. فلقت بنتها طالعة بتبكي بحرقة وبشدة، بتقول لها في ايه. قالت لها بيقول لي انه هيدهن أوضة النوم بتاعة والدته، ويدخلوا عليه ويتجوزوا عليه فيها، وإن عندهم 3 كنبات من الكنب العربي الفلاحي ده هينجدوهم وخلاص ويعيشوا حياتهم. طيب انت الوقت بتقول انك بتشتغل، وفي ناس وصلونا ان احنا ما بتشتغل، جرأت بقى وقالت له ان انت بتشتغل يوم وتقعد 10. قال لها طب وفيها ايه يعني، إيه انت ما انت بتيجي عند انت قاعدة عند اهلك اهوت، يبقى تعالي يوم ولا حاجة في اليوم اللي انا مش لاقي فيه شغل، وانت عارفة ظروف الشباب وظروف والكلام ده. البنت امها مقتنعة بان العريس هيلاقي شغل في اي وقت تاني ما يجراش حاجة، والبنت عايزة تسيب العريس. وابوها محتار بين الاتنين، مش عارف يدي رأي، لكن لما بيسأل بره الناس بتقول له ابعد، ده خطب اكتر من مرة والخطوبة ما تمتش. في النهاية البنت اضطرت ان هي تسمع لكلام لصوتها والاحساسها، وتركت العريس راح اشتغل. لما هي تركته راح اشتغل واستقر في شغل في شركة، لكن بيقول لها انا ما معيش برضو اعمل اوضة النوم علشان نتجوز، يعني يا تستني 1.5 سنة او 2 سنين على ما اجهز، يا اما تيجي نعمل زي ما انا قلتلك كده ونتجوز. البنت محتارة، هل تكمل معاه تاني ولا تقطع الخطوبة، خصوصا ان مفيش خطاب بيتقدموا دلوقتي لها كتير برضو زي الاول. يعني ما كانش بيتقدم لها خطاب كتير، ودلوقتي برضو ما بيتقدم لهاش خطاب كتير. فهي تكمل معاه الحكاية وتقف وتساند معاه بقى وكده، وتضطر انها تدخل بالطريقة ديت. ابوها قال لها لو ليكي مزاج انا اجيب لك اوضة النوم هدية مني. هي رافضة،
قالت لا انا عايزة اعيش لو على عيش وملح معاه، وعايزة اعيش بامكانياته هو، ما تحاولش انك تساعدني في حاجة لوالدها. فهي الوقت محتارة تعمل ايه، تشوروا عليها بايه. انا قبل ما اديها رأيي مستنية رأيكم، ويا ريت رأيكم يوصلني في التعليقات علشان اعرفها. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.